عسكرية جماعية مع زعماء العالم على هامش القمة الرابعة للأمن النووي. ومثل ما تشاهدون تم ترتيب قادة الوفود المشاركة على 4 صفوف، ووزيرنا الأول عبد الملك سلال كان في الصف الثاني أمام ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا. كل شيء كان عادي، مصافحات، ابتسامات، لكن عند مغادرة رؤساء الصف الأول في صورة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، المفاجأة أن سلال لم ينتظر دوره ولحق بهم، وهو ما وثقته الكاميرا كسرن البروتوكول وسط دهشة رئيس الوزراء البريطاني الذي تهامس مع نظرائه من دول أخرى، ليؤكد سلال مرة أخرى على أنه استثنائي هنا بالجزائر كما هو في المحافل الدولية وعلى الطريقة الجزائرية.